مع الحرب العالمية الأولى سنة 14 والحرب العالمية الثانية سنة 39 ظهر مصطلح اسمه اقتصاد الحرب. ظهرت فكرة وطبقوها دول كتير في العالم في أوقات الحرب، منهم الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت. طبق ما يسمى باقتصاد الحرب في الحرب العالمية الثانية. ألمانيا اللي كانت واحدة بس من إجراءات الحرب برضو دعت الناس لتقليل الاستهلاك بتاع الزيت والصابون، وعملوا دعاية لكده وعلقوها وقت الحرب، ودي صورة الدعاية اللي ألمانيا كانت معلقاها، اللي بتدعو الناس فيها إلى تقليل من استخدام الزيت والصابون الحاجات دي إلى أيام الحرب العالمية الثانية. حتى مصر استخدمت مصطلح اقتصاد الحرب قبل حرب أكتوبر، وكان رئيس وزراء مصر وقتها المهندس عزيز صدقي، وأعلن خطة كاملة لاقتصاد الحرب، وهي تقليل الاستهلاك وحشد الموازنة للمجهود الحربي. وكنا احنا في المدرسة واحنا صغيرين نتبرع بحاجة اسمها المجهود الحربي، حاجة تدفعها كده اسمها المجهود الحربي، ووقف أي مشاريع ترفيهية ملهاش أي أولوية. لكن كان مصاحب الحملة دي حملة ضخمة للتبرع تحت اسم سندات الجهاد. وسندات الجهاد دي كانت بتعمل لها إعلانات في الصحف لدعم الجيش في الحرب، والناس كانت بتدفع. ما الناس كانت مؤمنة بالنظام ومؤمنة بأن احنا في حالة حرب، اللي هي دي صورتها: من أجل التحرير والنصر، من أجل مصر، من أجل أبنائك وأسرتك. اكتتب في سندات الجهاد. يعني اقتصاد الحرب ببساطة هو إن الدولة تعلن التقشف وتحشد كل إمكانياتها ومواردها عشان المجهود الحربي، وتدعو المدنيين كمان لأنهم يقللوا الاستهلاك ويتبرعوا للحرب، ويتاخد الجزء الأكبر من موازنة الدولة للجيش عشان السلاح واللبس والأكل، لأن البلد في وقت حرب.